بسم الله الرحمن الرحيم. قلب ميدان التحرير ومعانا استاذ عاطف سلينا الشهير بشهير القضاء. وعايزين نسأل حضرتك أولا إيه رأي حضرتك في حكم القضاء بالإعدام على بعض أفراد جماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسهم محمد بديع؟ طبعا الحكم ده كان الشعب المصري منتظره، لان دم المصري عزيز علينا، وهم ارتكبوا جرائم كتيره قوي لسه، يعني دي بدايات، لسه في احكام تانية هتصدر ان شاء الله، لان في اجرام تم على الشعب المصري، والشعب المصري يمكن يعني يفرط في اي نقطه دم بعد كده تراك من اي طرف من كده. في سؤال يتردد على لسان ناس كتير قوي من الشعب، إن نظام مبارك سوف يعود بعودة سيادة المشير عبد الفتاح السيسي. لا طبعا، لا احنا قلنا بثورتين، ثوره في 25 يناير والثوره المكمله ليها، علشان ننقي على سلطتين، سلطه قمعيه بايام مبارك وسلطه فاشيه دينيه بايام الاخوان. طبعا الشعب علشان الشعب يحقق اهداف ثورته لا عوده للنظام ده ولا النظام الاسبق، في عوده، في يعني امنيه كده ان يبقى في دوله القانون، لا هتكون كما كان في السابق. طبعا السابق دي مقصود بيها كل مراحل اللي فاتت قبل مبارك وفتره مبارك نفسها، ولا تجديد القانون كما كان في عهد ابن العياط اللي جاب نائب عن ملاك علشان يحميه بس. مصر راح فين؟ يعني دايما انا بقول في الميدان وعملت قبل كده لقاءات كتيره، بقول انا متفائل جدا لان مصر رايحه لتحقيق اهداف ثورتها باتجاه لدوله القانون، وباذن الله اهداف الثوره كلها هتتحقق، ويعني الشعب المصري عمل انجاز واعجاز مفيش مثيل له. طبعا حتى انا ليا مقوله خاصه بيا ودايما بقولها يعني بشارع على الفيس باستمرار: مصر وشعبها تسقط المتآمرين داخليا وخارجيا. شكرا لحضرتك. العفو.